بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بحضراتكم في مملكة الأهلي. إصابة رباعي جديد بكورونا في الأهلي، والحاوي يدعو باختفاء كوفيد-19. تقرر تأجيل مباراة الأهلي وبتروجيت بالجولة الثانية بدور الكرة الطائرة بسبب تفشي فيروس كورونا بصفوف النادي الأهلي. وتأكدت إصابة المدير الفني لطائرة الأهلي محمد مصلحي والثلاثي أحمد صلاح وعبد الله عبد السلام وعبد اللطيف عثمان بفيروس كورونا. وليد سليمان يدعو الله لاختفاء كورونا، فيما أعرب وليد سليمان نجم الفريق الأول بالنادي الأهلي عن تخوفه الكبير من تفشي فيروس كورونا داخل البلاد، وخاصة بعد تعرض اللاعب وأسرته وزوجته ونجله للإصابة بالفيروس، وإصابة عدد كبير من زملائه بالفريق للإصابة بفيروس كورونا، وآخرهم الثلاثي رامي ربيعة وعمرو السولية ومحمد مجدي قفشة، بالإضافة إلى إصابة الجنوب أفريقي المدير الفني بيتسو موسيماني. ونشر وليد سليمان منشورا عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: يا أيها الجند المسامى بفيروس كورونا، بسم الله العظيم المنان خالق الإنس والجان، أقسمت عليك بحق حميم واسم الله العظيم ألا تفجعنا في أنفسنا، أقسمت عليك بالمواثيق الربانية وكل العهود السليمانية ألا تقترب من أبنائنا بحق ياسين واسم الله المبين، نقسم عليك بحق صاد والقرآن ذي الذكر، يا حق يا منان يا ملك يا ديان يا خالق الأكوان، نسألك الأمان، نقسم عليك بحق ألف لام ميم واسم الله الجبار ألا تقترب من الأجساد الفانية، أقسمت عليك باللوح والقلم وما خط من جوامع الكلم بحق نون والقلم وما يسطرون، نقسم عليك بحق قاف والقرآن المجيد واسم الله الشافي، نقسم عليك بحق الخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس، ألا تقترب من المؤمنين والصالحين والمحسنين وكبار السن والأطفال وجميع الأمهات، وألا تفجع قلوبنا بأحبتنا ولا تمسهم أبدا، لقد طال البلاء والوباء وعجز الأطباء وقل الدواء وعجزت حلول الأرض وبقيت حلول السماء، اللهم اصرف عنا ما عجز عنه الأطباء إنك مجيب الدعوات يا رب العالمين، بحق سيدنا محمد وآله وصحبه الطيبين الطاهرين، اللهم اصرفه عن بلادنا وكأنه لم يكن وبأسرع وقت يا أرحم الراحمين. وأضاف: شر الدعاء لعل الله يستجيب رحمة بنا إنه ولي ذلك والقادر عليه، اللهم أمين يا رب العالمين. انشروها لعلها تكون المنجية، اللهم أمين يا رب العالمين. ما تنساش تعمل لايك للفيديو، اشترك في القناة وفعل جرس الإشعارات. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.